السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تحليه سريعه جدا باربع مكونات بس، وفي نفس الوقت يعني اقتصاديه جدا. هنبدا بالمقادير بسم الله. اول حاجه هيكون معايا توست، والتوست ده الحقيقه احنا محضرينه مع بعض يعني في البيت زي ما انتم شايفينه كده، جميل جدا. وان شاء الله هحط لكم برده الفيديو بتاعه على الفيديو ده علشان لو ما شفتوهوش تشوفوه وتعرفوا الطريقه بتاعته بتتعمل ازاي، سهل جدا واقتصادي. والمكون التاني هيبقى معانا قطعه زبده صغيره، وهيبقى معانا كمان شويه صغيرين من عسل النحل، وكمان ايس كريم فانيليا اللي احنا كنا مجهزينه مع بعض قبل كده. اول حاجه حطيت الطاسه بتاعتي على النار، وبعد كده احط فيها بقى قطعه الزبده، واول ما تسيح هنزل بالتوست بتاعي اخليه ياخد لون حلو في الناحيه دي، ويا دوب ما بياخدش دقيقه من الناحيه دي، وبعد كده هقلبه على طول بقى الناحيه التانية علشان برضو يتحمر وياخد لون حلو. وبعد ما التوست اتحمر كويس من الناحيتين هبتدي برضو امسحه كده بحته منديل، علشان طبعا السواد اللي هو بتاع الفتات بتاع الزبده ده يخرج في المنديل. وبعد كده احط جزء من الزبده تاني، واحط عليه برضو حته التوست دي تتحمر من الناحيتين بنفس الطريقه. واول ما يطلع من النار بقى احطه في الطبق بتاع التقديم، وابتدي بقى انزل عليه حتت صغيره كده من العسل النحل بالشكل ده. بس طبعا عايزه اقول لكم على قد ما الوجبه دي سريعه وجميله يعني قوي، طعمها حلو قوي، بس الحقيقه برضو بتتخن قوي فاللي عايزه تخس زي حالتي كده يعني متاكلش كتير، حته صغيره بس. وبعد ما التوست بتاعنا برد شويه، طبعا ما ينفعش يبقى سخن ونحط عليه الايس كريم لانه هيسيح على طول، هنخليه كده يعني يبرد ويهدى خالص من النار، وبعد كده نحط بقى عليه الايس كريم بتاعنا بالشكل ده. طبعا جميل جدا. وعندي شويه مكسرات برضو مجروشه هحط عليه من فوق. وده كده الشكل النهائي للحلوه بتاعتنا اللي احنا عملناها سريعه جدا، ما بتاخدش 5 دقايق، بس في نفس الوقت طعمها جميل جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا. بس طبعا وصيتي ليكم برضو ان اي واحده فيكم عايزه تعمل دايت ما تاكلش منها كتير لو عجبتكم بقى يا حبايب قلبي الوصفه ما تنسونيش بقى لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد.